عمل عربيه خرافيه. بلدي خلي بالك دماغه ملهاش حل. اتحدى بيها ايلون ماسك، صمم العربيه دي اللي بيعرف ان هو يمشي بيها بالذكاء الاصطناعي. انا المره دي جاي لكم وبقول لكم مخترع، وهيوريكم العربيه دي مميزاتها ايه وبتعمل ايه. اهلا بيكم في حلقه جديده من فتح شو. يلا بينا. امسكها. عملناها مختلفة جدا ومميزة بعيدا عن أي عربية موجودة في السوق. أول حاجة العربية دي خدمية جدا بالنسبة للشباب، الناس اللي عاوزة تركب حاجة بسعر قليل وتكون كهرباء وفيها وسائل أمان عالية وشغالة بالذكاء الاصطناعي. العربيه دي بتمشي بالكهرباء؟ أيوه طبعا. البطاريه بتاعتها تمشيني كام كيلو؟ تمشينا 70 أو 60 كيلو. 60 كيلو في الشحنه؟ الشحنه تكلفني قد ايه؟ 10 جنيه بس او اقل كمان. عدلنا في الكنترول وظبطنا المعدات بتاعتنا في الاستهلاك والقدره وآلة الجر، فوفرت معانا. عايزك تشرح لي كده مميزات العربيه كده ولففني كده ووريني. ده المستوى الاول او الاصدار الاول ليها، هي لسه ما كملتش اصلا، بس احنا حبينا نطلع نوري الناس ان في عقول شغاله، في فكر شغال، في شباب بتشتغل على نفسها. عايز اقول لكم يا جماعه ان انا جاي حوالي 250 كيلو عشان اوصل لاسلام هنا في المنيا، عشان خاطر اقف معاه وادعمه في الفكره اللي هو بيعملها. حبيبي تسلم. الشاسيه ده انت اللي عامله؟ الشاسيه كل حاجه احنا عاملينها باي ماي سيلف يدوي. والله انت بتدرس ايه يا اسلام؟ بدرس كنت ادرس هندسه ميكاترونكس الكليه نفسها، والتحقت بكليه تربيه نوعيه تكنولوجيا، بس انا عقليه هندسيه وشغل كل هندسه دلوقتي، بس ما كملتش الحمد لله. انا المناهج وكل حاجه انا عارفها اكمل ليه، وبسبب ظروف ماديه برضه فليه اكمل. اول حاجه احنا الحمد لله احنا عملنا منظومه التوجيه الامامي بسكاتره حقيقيه، بمنظومه توجيه فعلا حقيقيه، مش مجرد اللي هو شايف دي سكاتره عربيه حقيقيه عملنا لها منظومه. انت اللي معدل عليها ده؟ التعديلات دي كلها احنا عاملينها برمان بلي والكلام ده كله هنا في الشاشه. هنا اهم حاجه بقى في الجزئيه دي شاشه سكوتر، يعني احنا الحمد لله اشتغلنا باقل المكونات عشان نعمل الحاجه فعلا. الشاشه ايه؟ الشاشه هنا اهي فيها كل حاجه عن البطاريه، في نفس الوقت القياده بتاعتها يدوي تماما، حتى الفرامل عاملينها الكتروني بالايد. يعني ما فيش بقى رجل، لان انا بقول لذوي الاحتياجات الخاصه تمام، فهي معلش في ناس مبتوره القدم فمش هتعرف تسوق برجليها. شغالين بايدينا، بتزود بايدك وتفرمل بايدك. بزود بايدي اهو. فين؟ دي تزود بايدك؟ زود بايدي. هو فرمل بالفرامل الالكتروني هي بس لسه ما اتعلقتش. الفرامل هنا في زرار بتتحط جنبينا. بس. طب انت قلت لي ان العربيه بتشتغل بالذكاء الاصطناعي؟ طبعا فيها رابطين بروتوكول اتصال بالقمر الصناعي تمام، عن طريق ESP كنترول بيعمل اتصال بالتليفون، والتليفون بتتربط بالذكاء الاصطناعي اللي هو القمر الصناعي اصلا. تمام. في الفيرجن الجاي باذن الرحمن هنضيف فكره ان هي فيها سنسورز اصلا، بالسيموليشن اللي احنا عاملينه فيه سنسورز بتعمل ديتكت للاماكن اللي حواليها، بحيث ان هي لو مشيت لوحدها ما تخبطش حد وبتمشي لوحدها بقياده ذاتيه. تمشي لوحدها؟ قياده ذاتيه والله. بجد والله؟ والله. يعني تمشي لوحدها ازاي؟ طب اشرحها لي كده. تمام. احنا زي ما قلت في معانا ESP كنترولر تمام. بيتركب في الكنترول اللي هو العقل بتاع السياره. بيديها اوامر من التليفون اللي هي تتحرك على اللوكيشن لوحدها على حسب ما انا هحدد لها. وبتتحرك لوحدها وتمشي لوحدها. بتتحرك لوحدها وتمشي لوحدها. تمشي لوحدها. ولو في عربيه ما هي دي الفكره بقى، ان احنا حاطين 20 سنسور. حاطين 20 حساس. العربيه بتستشعر الحساس ده. صح؟ بتستشعر حتى لو انت ماشي ومزود وقفت قدامها كده وفي اي جنب من الاتجاهات هتقف. صناعه مصريه ومطويه كمان من هنا من مركز مطاي دي. صناعه 100 100 وباذن الله هتبقى حيه. بص فكره كويسه. انت قلت لي ان انت يعني بتتحدى ايلون ماسك. تحدى ايلون ماسك فعلا والله. مش هنصدر محليا، ده احنا هنصدر عالميا باذن الله، وده ثقه في الله. وده مش اول اختراع ولا اختراع ولا اخر اختراع. بنعمل اختراعات كتيره وابتكارات كتيره مجال الهندسه والميكاترونكس، التطويرات التقنيه الحمد لله. يعني مش حاجه بس عملتها شو، لا والله الحاجه دي فعلا هتصرف وهتتكلف، بس هتخدم المجتمع وهتخدم الوطن وهتخدم البلد حرفيا، وكل كلمه بقولها صدق فعلا. خطتك بعد ما تخلص العربيه دي اللي هي باذن الله نصدر عالميا باذن الله. احنا عملنا حقوق ملكيه فكريه للعربيه ولكل حاجه فيها والله. ايه رايك يا حاج في العربيه؟ 100 100 ان شاء الله. لما تكمل هتقول ايه لابن بلدك ده اللي عمل العربيه؟ ده انت كده ان شاء الله لما تكمل هيبقى اختراع جميل 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 قوي باذن الله.
وربنا يوفقك يا رب باذن العالمين. الله ويكتر من امثالك في الجمهوريه. ايه اللي يعني يفرق العربيه دي عن العربيه الاجنبيه؟ انت العربيه وفرت الاجنبيه اللي هي الكهرباء برضو. انت معلش وفرت ايه؟ انت قلت عربيه اجنبيه يعني مصانع يعني مليارات. لا العربيه ما كلفتش 60000 ولسه ما كملتش، ده انا بقول لك 60000 توتال المبلغ، لسه فيها بعد ما تخلص كلها هتبقى 60000. عاوز اوريك برضو التصميم النهائي بس مش ينفع نذيعه دلوقتي، هنخليها مفاجاه ان شاء الله. في التصميم النهائي هنيجي بقى نشوف المهندس. تصميم خشب على هنشوف الباشمهندس. ايوه مش هنعمل صاج ولا الكلام ده، لا هنعمل تصميم خشب عشان برضو بقلل التكلفه وفي نفس الوقت يكون حلو. وفي نفس الوقت لما بيدهن دوكو فرن يعني كانك عامل عربيه بتعزلها تماما، لو حتى في مطر الكلام ده كله بيبقى خارج ده. في حد طلب منك في حد كلمنا بس احنا قلنا له لسه ما كملتش. هنختبر بقى العربيه عملي وهنطلع فيها دلوقتي حالا في رحله. احنا لو عايزين نركب 5 هنركب واحد. احنا ممكن تشيل معانا لحد فين؟ 4 5 كمان. ايوه عربيه ممتازه جدا يا جماعه والله. سريعه عربيه فعلا. ممتازه وسريعه ومتماسكه. هو عامل لها شاسيه بس انت مش مركب مساعدين ليه؟ لا بس يعني عشان المعادلات الهندسيه اللي احنا عاملينها لا تدعم الشاسيه يعني عادي. والله من غير شاسيه. طبعا انا بناشد طبعا كل المسؤولين وكل رجال الاعمال. الراجل ده عامل حاجه عبقريه بفلوس قليله جدا، عمل عربيه برخص التراب. يا رب اكون جبت لكم حاجه مفيده فادتنا كمصريين. كل سنه وانتم طيبين، اللي قلوبكم ابيض من لبن الحليب، واشوفكم ان شاء الله رب العالمين في حلقه جديده مع فتحي شو. السلام عليكم.